السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بوصفة هذه الكيكة الاسفنجية الهشة الطرية اللي تصلح مع الكريمة، تصلح مع كونفيتور، مع نوت كوكو، ولا مع شوكولا، ولا تنتكل برك هكا مع قهوة حليب، تجي روعة. اذا لهذا الوصفة نحتاج 5 حبات بيض. نفصل الصفار عن البياض. نحتاج ايضا كاس غربع سكر. نقسم هذيك الكمية إلى نصفين، نصف نحطه فوق البياض ونصف فوق الصفار. من بعد نجيب هذاك البياض ندير له رشة ملح ونخلطه بالباتر. الخلاط الكهربائي لازم حتى نلحقو القوام المورينغ من هذا القوام. ومن بعد نجيب هذيك الصفار، نجيب هذاك الصفار مع هذاك السكر ونحركه ونطلعوه حتى يولي شغل كريمة، حتى يولي اللون تاعو فاتح. نضيف له نص كاس زيت ونكمل نحرك. انا ضفت لافاني اللي نسيتها، انا ماماني حطيتها من الاول، معليش. نزيد نضيف كاس غربع حليب ونضيفه وانا نحرك هكذا. ومن بعد نجيب كاس ونص فارينة نغربلوها مع 2 باكيات خميرة كيميائية وزن 10 غرام. نغربل الخميرة ونحرك بالباتر حتى تختفي الفارينة هكذا، حتى نحصل على هذا القوام. نجيب هذاك البياض اللي خلطته من الاول، ناخذ منه 2 مغارف باش نخفف هذا الخليط. بالعقل برك نحركو برك بالعقل. اذا نخلط هكا بالعقل من تحت للفوق ونطلع حتى يختفي البياض ويولي لنا هذا الخليط خفيف شويه. من بعد ناخذ هذا الخليط نفرغه فوق البياض. هنا في هذه المرحله نروح غير بالعقل، نخلط غير بالعقل باه ما يدوبليش هذاك البياض هكذا. نروح غير بالعقل من الفوق للتحت ونحاول ندوب هذوك الكريات تاع البياض غير بالعقل باه نتحصلوا على خليط رغوي هكذا. فوالا تنتحصل على هذا القوام. من بعد نجيب سنيوه تاعي. هنا السنيوه تاعي فيها 30 على 30 سنتيمتر. دهنت الحواف تاعها بالزبده ثم غلفتها بالبابي كويسون، اي ورق الطبخ. من بعد نفرغ الخليط تاعي داخل السنيوه وخليت قيس حوالي مغرف باه نضيف له الكاكاو باه نزين به. نسويها جيدا باه ما تخرجش جهه طالعه على جهه، ونخبطها باش يخرج الفقاعات. ونضيف هذا، نعاود نرجع لهذيك الكميه اللي خليتها ونضيف لها الكاكاو تدريجيا حتى نحصل على هذا اللون. ثم نديرها في الجيب الحلواني او لابوشادوي. ومن بعد ندير بها خطوط هكذا كما راكم تشوفوا. من بعد نجيب كوردون وندير خطوط كما تاع الملفاي، رايحه جايه هكذا. من بعد نرجعها للفوق يكون مسخن من الاول، سخنته على 180 درجه. وهذه هي النتيجه. خذت لي حوالي
40 دقيقة في الفوق. إذا تحصلت على هذه النتيجة، قلت لكم تجي طرية وهشيشة روعة. إذا جربوها بهذه الطريقة اللي قلت لكم عليها، وإن شاء الله تنجحوا فيها. في الأخير فضلا وليس أمرا، من فضلكم دعموني بالإعجاب والاشتراك في قناتي اللي راهي صغيرة، إن شاء الله تكبر بكم. نبقى لي نقول لكم بقاو على خير ودمتم في رعاية الله وحفظه.